السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبافضل صحه وعافيه ان شاء الله. اليوم راني فرحانه بزاف، صايبت شي حاجه اللي عمري ما صايبتها في حياتي، وشكلا ومذاقا مقبوله جدا جدا. هادشي علاش قلت نشاركها معكم، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وقولوا لي كيفاش جاتكم. شجعوني راك نقرا تعليقاتكم كاملين وكنفرح بها بزاف. اول حاجه غادي نبدا بها هي العسل اللي وجدتها واحد 3 ايام ولا 4 ايام قبل باش يلاه نتاكد من القوام ديالها. عندي 2 كيلو ديال السنيده مع اطرو ديال الماء مع حامضه صغيره مقسوم على وجوج عويدات ديال القرفه. حركتهم مزيان ودرتهم فوق العافيه متوسطه حتى داك السكر داب كامل ولا شفاف. حد سديت عليهم كوكوط واحد 35 دقيقه في نار مهيله. من بعد حليت زدت واحد الطاشيه ديال الزهر مع مدقوقه مع المسكه الحره، واحد 3 الحبيبات ديال المسكه الحره. صافي طلعت فيها الغليه وهو العسل ديالي واجد. خليه باش نتاكد من القوام ديالو. هنا عندي 1 كيلو ديال الطحين، زدت ليه معلقه كبيره ديال القرفه، 2 معالق كبار عامرين ديال مخلطين ما بين النافع وحبه حلاوه، رشه ديال الكوسه، 120 غرام ديال الزنجلان، 1 معالق كبار عامرين ديال بودره ديال اللوز، 1 كاس العرب ديال الزبده من اصل حيواني نوعيه جيده، وكاس العرب ديال الزيت زيت نباتيه. ما درتش زيت العود انا نهائيا، حيت غادي داكشي غادي يتقلى في الزيت، وراك كتعرفوا زيت العود ما كتبغيش درجه حراره كبيره. المهم هذا الخليط بحال هكا ممكن تخليوه ليله كامله حتى تشرب المكونات مع بعضياتها. سينو تخليوه واحد 2 ساعتين ودوزو باش تغربلوه، باش نحيدو اي شوائب كاينه. شي هنا يبقى واحد حبيبه ديال الزنجلان اللي ما مطحونيش مزيان، حبيبه ديال اللوز، هادشي يقطع لنا العجينه خصنا نحيدو. من بعد غندير واحد الحفيره غنزيد فيها صفار بيضاء، 1 معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، ما درتش خميره ديال الخبز نهائيا، واحد 4 كاس ديال الخل، وواحد كاس اللي كاس ديال الزهر اللي ذوبت فيه هذاك الزعفران الحر كنت خليته ليله كامله، وكاس اخر ديال المعادن من الروبيني اللي زدت فيه معلقه ديال الخرقوم البلدي، وبقيت كنزيد فيه بالتدريج. المهم هذا الخليط ديالي انا خدا ليا 2 كيسان، قلنا كاس ديال الزهر معاه الزعفران الحر، وكاس ديال الماء اللي فيه الخرقوم البلدي، وتقريبا واحد معلقه اخرى درت واحد الرشه ديال الماء عادي. صافي بقيت كنحاول كندي ديك العجينه ونجيبها نديها راه ما كنتش زعما كندلك، غير كندي ونجيب حتى كيبان لي داك المكونات ما يبقاش يبان ليا كل حاجه بوحدها، يبان ليا راه اللون ديال العجينه وحتى الخليط راه انسجم. راه كلشي باين في الفيديو، ما بخلت عليكم حتى حاجه. صافي غطيتها بفيلم اليمونتير وخليتها 1 ساعه. من بعد دزت قطعتها قطع صغيره كما كتشوفوا وحاولت نورقها. صافي شديت الطاويه ديالي وكملت العجينه كامله بنفس الشكل، ومن بعد قطعت كل وحده على 6 القطع. كنورقوهم يا بالمدلك اللي ما عندوش الوراقه بشكل رقيق، وديك القطعه العجيبه ديال الشباكيه هذه كتنفع فحال معك شي وحده معاوناك، هذيك هي اللي سهلت عليا الاموريه. صافي والطريقه ديال الشباك راه حتى بهاد اليابات ديال قبل رمضان ديما كندخل اليوتيوب كيبان لي فيديوهات كيطلعوا ديال الشباكيه وهذه الطريقه ديال التشباك. وهذه خدمت بقيت كنشوف في الاخر بان لي هاد التشبيكه قلت نجربها والحمد لله ما حشماتنيش وصدقات. صافي زعما دايره فيها محترفه وهذا. المهم عندي راه كيلو راه ماشي شي كميه كبيره، يلاه تعلمت فيه. صافي وكنقاد ديال الجراره وداك الشنيتيفات كيبانوا في الجناب. قلت لكم شباكيه ما كاينش زعما راه خرجات صافي كنبقى هذا انا وريتكم التشبيكه كيفاش درت ليها. صافي كندير سبعه وكنخرجها من الجهه الاخرى، نحاول نقرص الجناب مزيان ونجمع داك العجينه ديال الوسط. ما كيعجبوني داك الجناب حتى هما يكونوا فيهم داك الزواقه ديال الجراره ديال التشنتيف وحطيتها تمايا. هادي غنعاود معكم حاجه جوج اخرين.
بحال غادي طوي بحال كنطوي في المانط، وكنشوف داك جوج ريوس اللي في الجناب كنلصق راسهم مزيان، كندير صبعي وسط داك الدائره اللي تشكلات صافي، وكنقلبها نخرجها من وسط داك جوج خيوط. ايوا ها هي الشباكيه ديالي. اللي ما بغاش اما زعما راه الحياه بسيطه، راه حنا اللي كنبقاو نتخلعوا ونقولوا ما عرفت كيفاش وما عرفت هادي وما عرفت هذا. لا، كلشي ساهل الحمد لله. خاص غير بنادم يبغي، خاصك تنوض تقولي لا راه غادي نوض اليوم ان شاء الله وغادي ندير هاد الحاجه. اما زعما ما كاينش شي قوام كتير، وتبارك الله زعما راه خرجت واحد الكميه، خصوصا زعما مع هاد الوقيته ديال غلاء الاسعار. افضل حل باش نقتصدوا على راسنا هو نوضوا نصيبوا حاجتنا بيدينا، وكتعرفي اشنو دايره فيها والقوام كي داير. ومهم هادشي اللي كاين. كنتمنى هادشي يكون خفيف ظريف عليكم. الشبيكه راه باينه راه سهله صافي، وكنحاولوا لا فينيسيون تكون مقاده صافي. راه ما غتاخذش منكم مجهود كبير وما غتاخذش وقت كتير صافي. كندوز نحطهم في واحد الطاوه اللي غادي نخليها انا حتى الشرجم باش ما نجي نكمل هاد العجينه ديالي حتى تكون داك اللاطه الاولانيه نشفات، وغندوز نيشان باش نقليها. انا ما غاديش نبيتها ما حتى حاجه صافي. هادو كندوزتهم في الوراقه. ندوز معكم زعما اللي دوز بالمدلك بيدي، وهادو دوزتهم بالوراقه حتى هما راه نفس التشبيكه. هذه التشبيكه ساهله، والعجينه شو كي دايره. منين خليت هذاك الساعه في بلاستيك غذائي بحال هاد الكطراسه براسها، يعني الحمد لله ما كتقطع ما كتفرتت، راه غدا هذاك الشيء مزيان. صافي وغنكمل العجين ديالي بحال هكا. ما وليت واعره، راه ولات واخا شي شكل ما شي زعما خيط ولا شي حاجه لما شاتش في راسو ولا شي حاجه، راه كنخرج لي تشبيكته بلا هذاك الشيء. المهم هذه هي الكميه اللي خرجت ليا صافي. دز دابا هاد العسل ديالي، العسل دفيته، شعلت عليه البوطه حتى هو ثقيل بزاف. لو مشيت حلحت فيه داك الشباكيه من بعد القليه راه صافي غادي كلها غادا تهرس. سخنت العسل ديالي، قسمتها على 2 سوبيرات كبار ديال الدجاج باش غادي فهمتي نخلي داك الشباكيه منين كتكون نحيد القليه الاولانيه نخليها في معون، وندوزها ثاني القليه الثانيه ندوزها في معون باش تشرب الكميه ديال العسل اكبر مده ممكنه. شحلت درت واحد الكاميله اللي درت فيها الزيت، ما درتهاش كبيره بزاف باش ما تاخذش شي كميه ديال الزيت. نقتصدوا على الجيب صافي. وكنبقى غادا وكندور فيها هي باش عرفتها انايا سخنات، اني لحت واحد الطريف ديال العجينه، هي الزيت باقا بارده، غير بان لي داك الطرف ديال العجينه طلع، لحت فيه الشباكيه ديالي وبقيت ندور بحال الحريفيه زعما صافي. ملي بانت لي راه ذهبات، حيدت كاع داك الكاسرونه ديالي من فوق البوطه والكابيله ديالي، ودرتها بداك الماعون ديال العسل، كنهز من الجناب وكنحط عليها. والعسل ديالي بما بردت واحد شويه لحت الشباكيه ديالي، كنخليها ملي كتبقى تبان ليا راه الزيت زعما سخونه كتكشكش بحال هكاك، كنخليها ملي كتنقص داك الكشكوشه شويه كنردها الزيت فوق عافيه متوسطه، وهكا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. من بعد كنديرها في واحد الكسكاس كتسقطر، وكنخليها هذاك العسل ملي كنكمل الكميه كامله داك العسل اللي تجمع ليا كنعاود نديرو فوق منها صافي، وكنخليها عاوتاني حتى تسقطر ليا مزيان، وكندوز باش نستفها. هنايا راه درتها مع في واحد السطل باش نعبرها لكم، مع العلم ان هاد السطل كيوزن واحد 200 غرام، يعني نقولوا الشباكيه ديالي راه تقريبا خرجت ليا واحد 2 كيلو 700 صافي من الكسور. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوها. شوف انا نقسم معكم وحده كيفاش كتجي معلكه مجعبه وشاربه العسل. بلا ما نوصيكم ما تنسونيش من تعليقاتكم ومن البارطاج ومن لابونمون. شكرا.